حقق الهلال السوداني فوزه الأول بدوري أبطال إفريقيا، وجاء على حساب ضيفه الترجي التونسي ب3 أهداف لهدف واحد. جاء ذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة في المباراة التي أقيمت بينهما في مدينة دار السلام بتنزانيا. الملعب الوطني في دار السلام بتنزانيا احتضن المواجهة العربية بين الهلال السوداني والترجي التونسي في المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا. الهلال يبحث عن تعويض خسارة الجولة الماضية بسقوطه أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف، فيما يطمح فريق الدم والذهب لمواصلة الانطلاقة القوية في البطولة بعد الفوز على مواطنه النجم الساحلي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى. 8 دقائق كانت كافية ليباغت الهلال ضيفه الترجي بكرة استلمها محمد عبد الرحمن المعروف بغربال داخل المنطقة ليسدد كرة ارتطمت بالمدافع ياسين رياح، مسجلا هدفا عكسيا في شباك فريقه معلنا أول أهداف المباراة. ولم يكتفي الفريق الأزرق بهذا، بل زاد من متاعب الترجي عندما ارتكب توغاي خطأ في إرجاع الكرة للحارس ميميش ليتعرض ياسر مزمل للعرقلة وينال ميميش البطاقة الصفراء، ليحتسب الحكم على إثرها ركلة جزاء سجل منها محمد عبد الرحمن هدفا ثانيا لسيد البلد. في الشوط الثاني أراد الترجي تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها في شوط المباراة الأول، فكان له ذلك عندما تمكن من تقليص الفارق الذي جاء عبر البديل الجامبي كيبا سوي عندما ارتطمت به تسديدة حسام طقا، كان ذلك في الدقيقة 59. الهلال عاد مرة أخرى وسجل هدفا ثالثا، وهذه المرة بلوحة فنية جميلة وبلمحات كروية بارعة. توجه البديل السنغالي بابي دياي في شباك ميميش ليتقدم الهلال ب3 أهداف لهدف. الترجي أضاع فرصة تسجيل الثاني عندما ذهبت رأسية غشة أعلى مرمى فوفانا. الهلال سجل فوزه الأول في دوري الأبطال، والترجي بدوره تجرع الخسارة الأولى في مشواره. نتيجة بواقع 2-0، وحينما يسجل الفريق الخصم هدفا يريد العودة حيث يزداد نسق التصاعدي للفريق الخصم. لحسن الحظ لم يفلح نادي الترجي في العودة في النتيجة، وسجلنا الهدف الثالث وبذلك قتلنا النتيجة. أنا سعيد جدا لأجل اللاعبين. أول شيء ما تحاولنا باش نرجعوا في النتيجة في الشوط الثاني، سجلنا هدف في وقت معين كان 3-1، جتنا الفرصة نتاع توغاي كنا نجموا نرجعوا 3-2 في وسط الشوط الثاني، كيف كنا نجموا نرجعوا كيف فخر الشوط الثاني 3-2، لكن ما سجلناش. وهذيك الكرة هذيك ما تسجلش ما تنجمش تعاود ترجع لك مرار. لكن في نفس الوقت عندنا كنا معناتها ماناش بصراحة ما كناش تلقى مجموعة كاملة ماهاش في نهارها. ولحساب المجموعة الرابعة سقط شباب بلوزداد الجزائري بميدان مضيفه مدياما الغاني ب2-2، وذلك بعدما قلب مدياما تأخره بهدف إلى فوز بهدفين. غانا هي المحطة الثانية لحامل لقب الدوري الجزائري في المواسم ال4 الأخيرة. الفوز على يونغ أفريكانز جعل الضيوف يبحثون عن انتصار ثان على التوالي. أبناء العقيبة دخلوا المباراة بقوة، ضغطوا على المنافس الغاني وتمكنوا من التحصل على ركلة جزاء ترجمها رؤوف بن غيث إلى هدف أول للشباب. الرد لم يتأخر كثيرا، وهدف التعادل جاء من ركلة حرة مباشرة. دانيال لوموتي باغت الجميع بتسديدة زاحفة مانحا التعادل لفريقه. في المشهد الثاني بدا ممثل الكرة الجزائرية متعطشا للتقدم في النتيجة، حاول كثيرا لكنه لم يجد طريق الشباك. تدخل المدرب ماركوس باكيتا وطالب لاعبيه بالتقدم أكثر من أجل إضافة الثاني، لكنهم اصطدموا بمنافس عنيد نجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين. هدف في الوقت القاتل عبر قمر الدين منح أصحاب الأرض 3 نقاط ثمينة هي الأولى له في المجموعة الرابعة وسط خيبة أمل من جانب الضيوف. لقد كانت مباراة صعبة، وقلت هذا الأمر. أنت تأتي لهذه المباراة وتلعب في ظروف حارة جدا. العشب كان مبللا، ولكن اللاعبون قاموا بواجبهم على أحسن ما يرام. لا يمكن أن نلوم اللاعبين عما حصل.
في الدوري السعودي حسم الهلال المتصدر قمة الجولة 15 بثلاثية في شباك ضيفه وملاحقه النصر. مواجهة تألق فيها الصربي ألكسندر متروفيتش بتسجيله هدفين. قمة ديربي الرياض هذا الموسم بين الهلال والنصر بدأها مشجعو الفريقين على المدرجات. لاعبو الهلال ينظرون بأعين جماهيرهم إلى فوز يوسع فارق النقاط إلى 7. الهلال بدأ مهاجما منذ البداية. هفة من نواف العقيدي كادت تمنح الهلال هدفا مبكرا، لكنه أصلح خطأه أمام كرة ميشايل. الهلال واصل ضغطه. سعود عبد الحميد مرر كرة عرضية بالمقاس على رأس السربي سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش الذي أشعل مدرجات الهلال بتسجيله الهدف الأول. رأسيات لاعبي الهلال في قمة الجولة كانت أكثر جدوى. ميتروفيتش وعلى نهج مواطنه سيرجي أضاف الهدف الثاني للهلال. شهية ميتروفيتش التهديفية فتحت وسط تراجع في أداء لاعبي النصر. إمريك لابورت بدا عاجزا أمام مراوغاته، فهز ميترو شباك النصر بكرة وضعها تحت قدمي نواف. أما كريستيانو رونالدو فصورته أبلغ من التعبير. فرحة علي البليهي بالهدف الثالث كلفته البطاقة الحمراء، فخرج مطرودا دون أن يؤثر ذلك على فرحة الفوز.